لو انت بتشتري شقة فهتسمع مصطلحات زي دعوى صحة توقيع، دعوى صحة ونفاذ، او تسجيل في الشهر العقاري. يعني ايه كل دعوة من دول وايه اهميتها؟ خلينا نبدأ بدعوى صحة توقيع. دعوى صحة توقيع دي دعوة تحفظية ليس لها علاقة بالموضوع. يعني ايه؟ يعني بتقتصر على التوقيع بتاع البائع، هل هو صح ولا لا، وفي الاخر بتصدر المحكمة حكم بصحة توقيع العقد. ايه اهمية دعوى صحة توقيع؟ لو حضر البائع بشخص واقر بالبيع، لا يجوز لي او لخلفه العام او الخاص الطعن بالتزوير على هذا العقد. يعني انت بتطلع نفسك هنا من ان هو يطعن على العقد ده بالتزوير فيما بعد. فقولا واحدا دعوى صحة توقيع ما بتنقلش الملكية، انما اللي بتنقل الملكية دعوى صحة ونفاذ وتسجيل العقد. يعني ايه دعوى صحة ونفاذ؟ دي دعوة موضوعية بتنظر كل بنود العقد، بتنظر ثمن العقد وملكيته، تسلسل ملكيته، وكل شيء في العقد بتنظره. وعشان كده دعوى صحة ونفاذ هي بتاخد مدة اطول، رسومها اعلى بكتير من دعوى صحة توقيع. اما التسجيل في الشهر العقاري ففي شروط لازم تنطبق على العقار، سواء كان ارض او شقة، لازم تتوافر عشان تسجل في الشهر العقاري. الشروط دي هنتكلم عنها في فيديو مستقل. اللي لازم تعرفه ان لو رايح تسجل في الشهر العقاري لازم يكون معاك البائع هيوقع على العقد المشهر. واعرف ان الملكية ما بتنتقلش الا بالتسجيل عن طريق الشهر العقاري او برفع دعوى صحة ونفاذ. انما دعوى صحة توقيع اللي معظم الناس بتعملها على اساس انها تنقل الملكية، الكلام ده غلط. وممكن اللي باعلك يبيع لحد تاني والحد تالت والحد رابع، والملكية في الحالة دي بتنتقل للي سجل اولا. انا سعد الفول المحامي، ودي كانت معلومة قانونية ببساطة.